حقرب لكم الفكرة بعلبة هالمحارم هيدي بموضوع أنواع الدقيق، وكيف بننغش بموضوع البروتين العالي والبروتين المنخفض. لنعتبر انه هيدي احدى المخبوزات المخمرة اللي خبزناها وعرفنا نخمرها بشكل جيد عاد قدرة تماسك طحين، وليكو كيف واقفة وساندة حالها وطالعة ممتازة، رغم انه البروتين اللي استعملناه منخفض ولكنه منقى منه كل الحمل اللي موجود بحبة القمح يلي ما في تماسك من قشور والياف ومعادن وغيرها، يلي ما فيها اي تماسك وبتعتبر حمل على هيدا التماسك. اذا رجعنا نحن على نفس هيدا البروتين المنخفض، رجعنا حملناه القشور والياف وبعض الشغلات اللي موجوده بحبه القمح اللي ما فيها تماسك، حنلاحظ انها نفست هبطت ما قدرت تحملهم كلياتهم. ليش؟ لانه البروتين منخفض تبعه. طيب هون سندنا علبه المحارم بطاقيه صوف وقوينا التماسك تبع الدقيق، ونعتبرها انها صارت البروتين تبعها مرتفع. جينا حملناها زبده، حملناها ما بعرف زيت، حملناها ما شاء الله الله يبعث الخير، حملناها اي شغلات حمل قدرت تحملهم كلياتهم اذا كان بروتين عالي ومنقى. بينما اذا كان بروتين عالي وغير منقى هول حيكون حاملهم قبل ما نحمله اي شيء تاني، لذلك ما حنحصل على نتيجة ممتازة. فالعبرة لنعرف نوعية الدقيق بالنوع اكثر من نسبة البروتين بتفيدنا اكثر.